بس الناس اللي بتقولي في الفيديوهات ارغي اكتر، اتمنى يعجبكم الفيديو ده. فاللي هو يا جماعه مين هيشتري الجاكيت ده ببقعه ب 200 جنيه؟ ارحمونا شويه. صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لو اول مره تشوفوني، انا نوران وبعمل كونتنت عن الوكاله والاستدامه واللبس المستعمل، اللبس التراثي والفن وحاجات مختلفه كتير. لو انتوا انترستد ممكن تعملوا سبسكرايب، ممكن تعملوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي انا بعملها، ممكن تعملوا لايك وشير للفيديو ده لو عجبكم، ده بيفرق معايا جدا كصناعه محتوى، بيدعمني يعني. فيديو اللي كل الناس بتحبه وانا شخصيا بحبه وبحب اصوره، ببقى متحمسه جدا ان اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. هول من الوكاله. انا رحت الوكاله اول امبارح، غسلت حاجات امبارح وبصورها النهارده. لسه ما نشفتش قوي بس استاهلكم يعني. في ناس دايما بتسالني انت ليه ما بتعمليش هولز كتير للوكاله وكده. انا عارفه ان انا اتعرفت بسبب الوكاله واللبس المستعمل والحاجات دي، بس في نفس الوقت انا مش حابه اشجع الناس على الاستهلاكيه وانهم يشتروا لبس كتير، خصوصا ان الوكاله لبس رخيص نسبيا او يعني في متناول الجميع، فممكن الواحد ينزل يشتري كل شهر لما يقبض لبس هو مش محتاجه يعني. انا نفسي وقعت في المشكله دي اول ما بدات اشتري مستعمل، ودلوقتي بحاول ابطل العاده دي. اصلا نزلت لسبب معين. بسمة فنانه جديده في البراند بتاعتي بتعمل شغل مش هقول لكم ايه هو، بس المهم يعني كنا محتاجين نبدا كولكشن مع بعض، بس هي مش بتعرف قوي في الوكاله، فاتفقنا مع بعض ان احنا ننزل وهننقي مع بعض قطع هي تشتغل عليها عشان نلونش الكولكشن بتاعتها. طبعا معظم الفنانين يعني 99% من الفنانين بيشتغلوا في البراند. البراند بتاعتي هي براند عباره عن اعاده تدوير للملابس، سواء بقى رسم، طباعه، تطريز، الحاجات دي لو انتوا مش عارفين يعني. المهم فبسمة هتعمل تقنيه كده معينه، هي ما حبتش تتصور بصراحه، بتتكسف يعني، فما صورتهاش. وقلت بالمره اللي هو ايه، كان بقالي كتير ما اشتريتش حاجات للبراند وحاجات لنفسي وكده، والشتوي نزل في الوكاله، فقلت اشوف في ايه والاسعار عامله ازاي وكده. كل الحاجات دي اكتر حاجه فيها 130 جنيه. انا بقول كده، انا بتكلم كتير قوي. المهم انا هوريكم كليب الاول من الفلوج، ميني فلوج يعني. مصورتش في الوكاله نفسها بس صورت قبل وصورت بعد، فممكن يبقى انترستنج يعني تعرفوا البروسيس بتاع او العمليه بتاعه البراند وكده. بنرسم، بنشتري ايه بتاع، بنرسم انا بقول ايه وهوريكم الفلوج الصغير وبعدين هنرجع تاني واوريكم اشتريت ايه. قلت بالمره عشان كنت رحت نزلت فلي ماركت من كام اسبوع، اشتريت حاجات مستعمله برضو، واشتريت حاجه تحفه 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 مستعمله من مكان ما برضو هقول لكم عليه. فقلت اجمعه في الفيديو ده عشان اكيد مش هعمل لهم فيديو مخصوص يعني ملوش لازمه، هجمعه وخلاص. المهم روحوا الفلوج وارجعوا بقى عشان اوريكم الحاجه. صباح الخير. مش عارفه ابص فين هنا، دي اول كلمه اقولها الصبح النهارده. حاسه عندي برد شويه بس النهارده نازله الوكاله. ايه الصوت ده؟ المهم يعني منزلتش الوكاله من شهر 4 مثلا اللي فات، واحنا في شهر دلوقتي 10، اخر 10، فمتحمسه جدا. عايزه اجيب ايه؟ طبعا دايما هدور على حاجات للرسم يعني، حاجات مبقعه مثلا جواكت، كتان، جينز، جلد، فيستس، بنطلونات، الحاجات دي. بس النهارده انا مش محتاجه حاجه في دولابي الصراحه، بس ممكن مثلا قمصان اوفر سايزد، ممكن دي الحاجه الوحيده اللي انا محتاجاها. الواحد عمره ما يزهق من القمصان، بس انا بقيت بيكي قوي بقى، ما بقيتش اعمل فيديوهات ليه عشان عايزه اعمل فيديو لما اكون فعلا نازله وبشتري ومحتاجه، لكن الفتره اللي فاتت ما كنتش محتاجه، وحتى براند ما كانتش محتاجه حاجات يعني. بس فالنهارده يلا اخدكم معايا، احاول اخدكم معايا كده. ان شاء الله الاقي حاجات حلوه. تمت المهمه بنجاح. الساعه دلوقتي 1:30 وانا وصلت الساعه 11 12 1 يعني بقالي 2.5 ساعة في الوكاله. انجزت عامه، اشتريت حاجات لطيفه جدا. طبعا نسيت يعني، لما اروح بقى هوريكم اكتر. بس مثلا منهم 3 شيلان، هو الشال كان ب 250 كتير الصراحه، لان احنا هنرسم عليه لسه، انا مش هاخده لنفسي يعني. بس الصراحه يستاهلوا، لان شالين منهم كشمير خامه قيمه جدا يعني. فبصوا انا عايزه اوريكم الشنطه دي كمان بقالي كتير قوي ما اشتريتش الكميه دي. المهم انا دلوقتي رايحه على الورشه، لان البنات هناك بيشتغلوا،
انا اول مره اوريكم عامه الجزء ده من الحياه يعني، الورشه والشغل والحاجات دي. فهروح بقى اديهم من الشيلان واسمه ايه ده، وبعدين هروح البيت بقى واغسل الحاجه واعمل لكم الهول. معلش ما صورتش هناك خالص، بس كنت حرانه جدا الصراحه، الجو كان حر قوي، والناس برضو البياعين كانوا يعني اللي هو ايه، في سنه عنف سنه، فقلت لا خلاص بلاش. تعملوا ايه؟ عايزه اصوركم. ها ايه المشكله؟ لا انا كنت عايزه اوري الناس الشيلان عشان هديها لكم، مش هعملها في الهول، هنعمل عليها ايه وكده. بصوا كل واحد خد شال هيرسم عليه حاجه. وريني كده. ايوه عادي. اوكي. وانا اخدت البينك ده، خدت ده. هوريكم الحاجات اللي بيشتغل عليها. فلوج لطيف ظريف قصير، ما فيهوش حاجات كتير قوي يعني. كنت ناوي اصور في الوكاله، بس الصراحه اليوم ده كان حر، حاسه البياعين ما كانوش طايقين نفسهم، فكنت خايفه اصور وحد يكلمني او حاجه يعني. وزي ما قلت لكم بسمه اصلا بتتكسف، قلت ايه خلاص مش مشكله. المهم يا جماعه، ابدا منين افتكر الاسعار زي ما قلت لكم. الحاجات دي من 50 ل 130 جنيه، مفيش حاجه اشتريتها اغلى من كده. بعمل ايه عشان اشتري بالاسعار دي؟ الموضوع بسيط جدا، ببص بس في الستاندات اللي عاجبني سعرها، ما ببصش في الستاندات الغاليه، ومش بفاصل. وهتلاقي كل الاسعار هناك من 500 جنيه، يعني حاجات غاليه 500 600 700، ما بدخلش محلات مبدئيا، بس يعني 500 600 700. ومن اول 50 جنيه، وفي كمان 70 75، وفي ساعات 30 جنيه، حاجات كده. اللي هو طبعا هتلاقوا في الستاندات ال30 والحاجات الرخيصه دي حاجات مبهدله قوي، حاجات طالع عينيها. بس بيفيدني قوي في شغلي، لو لقيت حاجه مبقعه بس جودتها حلوه برسم عليها زي ما انتوا عارفين يعني. ساعات بجد بلاقي في ستاندات غاليه حاجات مبقعه. واصلا قعدنا فاصل انا وبسمع مع واحد كده في ستاند، كان في جاكيت مبقع عليه بقع، ولا جاكيت ولا توب مش فاكره. المهم كنا عايزين نرسم عليه او نعمل شغل عليه يعني، فقلنا له بس ده مبقع ممكن ترخص سعره، كان ب 200 حاجه كده. فقال لنا لا. فاللي هو يا جماعه مين هيشتري الجاكيت ده ببقعه ب 200 جنيه؟ ارحمونا شويه. ما علينا يعني. بس انا شاطره ولهلوبه وبشتري حاجات رخيصه حلوه وسليمه، فبراحتكم يا بياعين، براحتكم خالص. زي ما قلت لكم في اول الفلوج، انا ما كنتش ناويه ان انا اشتري حاجات لنفسي قوي يعني. قلت اللي هو لو لقيت قطعه كده مميزه، لو لقيت حاجه للشتاء ظريفه. انا لسه بصراحه ما طلعتش الشتوي عشان اعرف انا محتاجه ايه، بس انتوا عارفين يعني كده كده الشتاء في مصر عندنا قصير، وانا بعشق اللبس الشتوي والليرنج. بس بدات شويه يعني اعمل دولابي بطريقه ذكيه، اللي هو اشتري صيفي اكتر وشتوي اقل، عشان زي ما قلت لكم الشتاء قصير، بس الشتوي اغنى كده واشيك. بس ما علينا يعني. المهم انا مهووسه بالحاجات المقلمه بقالي فتره كبيره، ولو متابعيني هتعرفوا ان في هول معينه كده بتاعه الوكاله اشتريت فيها حوالي 3 بنطلونات مقلمه. التلاته يا جماعه بعتهم، عايزه اقول لكم، لان مفيش ولا واحد فيهم الفت بتاعته عجبتني، وساعتها كنت تخنانه شويه فما كنتش مرتاحه، كان في حاجه في الفت مش عجباني. وبعدين قبل ما اتجوز بالظبط كنا مسافرين في الهانيمون بالي، فكنت عايزه اجيب حاجات سهله وسريعه في اللبس وكده يبقى شكلها حلو. فاشتريت بنطلونين مقلمين، واحد كتان والتاني شكله قطن بس هو مش حاساه قطن يعني، من عادي من لوكال براندز يعني في مصر. وبعدين حاجات بقى المقلمه اللي هو وصلت مثلا للملايه مقلمه، الستاره عندنا مقلمه. بجد انا بعشق المقلم. بس الناس اللي بتقولي في الفيديوهات ارغي اكتر، اتمنى يعجبكم الفيديو ده. قبل ما اوريكم الحاجات وهي ملبوسه، كنت عايزه يعني طلب منكم صغير قوي يعني، انه بعد اذنكم محدش يعلق على جسمي ولا شكلي، لان دي حاجه بتضايقني. من ساعه ما اتجوزت كل ما اصور فيديو يقعدوا يقولوا لي انتي شكلك حامل وشكلك مش حامل. اولا دي حاجه ما تخصش اي حد، لو انا حامل وعايزه اعلن حاجه زي كده او مش حابه اعلن حاجه زي كده دي حاجه تخصني. تاني حاجه انا مش حامل. ماشي. ولما بتقولي انتي حامل بحس اللي هو انا في حاجه غلط، انا جسمي، انا تخنت، انا مش عارفه ايه. وعادي انا جسمي بيتخن وبيخس عادي جدا، بس مش العادي ان احنا نعلق على اجسام الناس. وانا قعدت فتره طويله جدا عقبال ما اشتغلت على علاقتي بنفسي وجسمي. فاي فيديو دلوقتي بجد بقيت سيلف كونشس قوي يعني، بقيت اللي هو بفكر يا ترى يشوفوني ازاي، حامل ولا مش حامل، لمجرد ان انا مثلا ايه بدات البس حاجات اوسع، او مثلا ما بدخلش التوب جوه البنطلون فبيبين ارفع حته في جسمي اللي هي وسطي، او وهكذا يعني. فاللي هو او تخنت شويه عادي.
فما بحبش يعني التعليقات دي سخيفه. فيا ريت اللي هيتفرج على الفيديو ده يا ريت ما يعلقش على شكل جسمي او شكلي، سواء خسيت اتخنت اي حاجه، عشان دي حاجه شخصيه ودي حاجه بتضايقني. واتمنى ما يعلقش على شكل او جسم اي حد عامه، ولا على الانترنت ولا في الحياه العاديه، لان دي قله ذوق. حتى لو كان انت متربي على كده واللي حواليك موافقين ونيتك خير وعارف الشخص ده بيحاول يخس او بيحاول يتخن وانت بتعلق عشان تشجعه، ارجوك ما تعلقش على اي حاجه خالص. طبعا حاجه مقلمه ماشي، مقلم ان بيتي في بيج حلو جدا التوب ده. عامه بقيت بركز في الشتاء على التوبس البيزك. هتقولوا لي المقلم بيزك، اقول لكم بجد يعني هو توب بيزك وبيتلبس عليه اي حاجه، ممكن تحطوه على كتفكم كده، ممكن تلبسوه وتلاير عليه قميص وترنش كوت. يعني مثلا انا عندي ترنش كوت كده بيج كنت جايباه برده من الوكاله، لو لبسته تحت الترنش كوت او حطيته على كتفي هيبقى تحفه. والبراند اسمها بولا كاهن دانفرز، وما سمعتش عنها قبل كده، وفيها تاج. هقول لكم بقى الخامه، انا دايما ببص على الخامه طبعا انتوا عارفين ده السر في الثريفتنج او شراء البالة او المستعمل. يعني 95% قطن و5% كشمير. مش عارفه بقى هي صنعت في ايه، يعني مش مكتوب مقاس، مش عارفه مكتوب 1، بس هو مقاسي حلو قوي. يعني ممكن يدخل جوه البنطلون لو عايزه مثلا ادخله والاير عليه حاجات، مش هيكلكع او حاجه. بكام بقى؟ خلينا نقول ب75 جنيه، انا بجد مش فاكره. بعدين انتوا عارفين انا برضو زي ما قلت لكم بحاول اشتري بيزكس في الشتاء. عامه بقالي كذا شتاء بجيب كذا بيزك، هاينك بيزك زي دول، لاير خفيفه قوي ما بتكلكعش وبتدفي، وممكن تحطوا عليها 100,000 طبقه مش هتقول لا. والالوان طبعا دي الوان، انتوا عارفين الالوان المحايده دي اللي هي الترابيه البيج والحاجات دي. من البراند دي اسمها توب مان، سايز سمول، اعتقد ان هي سمول منز او رجالي سمول. الخامه 100% قطن. وبعدين عايزه اقول لكم على التوب اللي انا لابساه ده قبل ما انسى، هو زي بوليرو كده. بصوا انا بصراحه ما كنتش هاخده، وبعدين حسيت اللي هو ايه ده ليه لا. وبعدين هو مميز قوي يا جماعه، انا هوريكم طبعا في الفيديو هتشوفوه اكتر، بس مكتوب عليه 100% فيسكوز، هاند ميد في اندونيسيا، يعني مصنوع يدوي في اندونيسيا. مهم الويف بتاعته مختلفه قوي. الويف دي يعني الحياكه او الخياطه او اسمها ايه، ويف، مش عارفه اقول لكم ايه، بس المهم يعني حساه بيس مختلفه وعبيطه. عارفين البيسز العبيطه دي اللي هو انتوا هتحسوا اللي هو ده يتلبس في ايه ده، بس عامل زي الفيستس كده والحاجات دي، اللي هو انتوا ممكن تعملوا له لايرنج على اي حاجه ويبقى شكله مور انترستنج. اللي متابعني هيبقى عارف ان انا ستايلي اتغير شويه. زمان ما كنتش بعرف البس مثلا ايه، كنت طرح منقوشه، ما كنتش بعرف البس مثلا شنط فيها شغل قوي او حاجات كده، بسبب ان لبسي كله كان ستيتمنت منقوش قوي، فدايما بلبس حاجات حياديه في الاكسسوارز وكده. دلوقتي لا، بقيت بيسك شويه، فبقيت ممكن البس الحاجات دي اللي هي الستيتمنت دي في شكل مختلف. انا بقول لكم كده ليه اصلا؟ اوكي انا افتكرت بقول لكم كده ليه. المهم يعني فالبيس دي حسستني اللي هو ايه، لو انا لابسه حاجه بجد عبيطه جدا في يوم مش قادره افكر في اوتفيت نازله على طول، او في اوتفيت انا بجد عايزه ازود له حاجه كده، من غير الحاجه دي ما اتحرر، لان ده فيسكوس وبجد اللاير بتاعه ولا حاجه. هو ايه، انا عملت حاجه، انا فكرت في الاوتفيت قوي. دي برضو كانت 50 75 يعني حاجه كده. ده بفكر اخده لنفسي بصراحه، ما كنتش بفكر في كده خالص. ماشي، اولا هو كارديجان طويل وجراي، واعتقد يا جماعه ان هو هاند ميد. ليه بقى؟ لان شايفين التقفيل بتاعه من جوه شكله عامل كده، حاساه تقفيل يدوي، وحاسه الحياكه دي برضو حياكه اللي هو الويف بتاعته، حاساها برضو يدوي. مش عارفه مع ان هي مظبوطه قوي يعني، بس حاسه معرفش، عندي احساس انه يدوي ومفيش اي تاجز خالص، وعندي احساس انه خامه كويسه، انه صوف او حاجه، لان احساسه عليا يعني اول ما حطيته حسيت بدفى الصوف، مش دفى البوليستر، دفى الصوف. طبعا هسال صاحبتي رنا ممكن يطلع بوليستر في الاخر، بس المهم يعني انا بقى وريته لرؤى ونور. انتوا شفتوا رؤى ونور في الكليب اللي فات، هما الاثنين جنزي. انا بتاثر بجد براي جنزي قوي، لان هما الجيل الكول الترندي اللي بياخد ريسكس، اللي مش عارفه ايه. ما احنا ميلينيالز، احنا كنا زيهم واحنا صغيرين، فيعني انا بتاثر برايهم جدا. اللي بيقولوا عليه مش كول بحس ان هو مش كول. فالمهم انا لما وريتهم الكارديجان ده قالوا لي يا نوران ده ميلينيال قوي، ده 2014 حاجه كده. طبعا انا فاكره ايامي لما كنت في الجامعه يعني كانت الحاجات دي موضه جدا.
قالوا لي بقى ليه ده 2014، لان في هود اللي هي البتاعه دي اللي ورا، وان الايد بتاعته رفيعه مش واسعه. لكن دلوقتي هتلاقوا في براندز كتير بتعمل الكارديجنز الطويله دي لسه في الشتاء عادي جدا، بس الايد بتاعتها واسعه ومفيش الهود ده. فانا المهم حسيت اللي هو يو بقى دي حاجه بجد ميلينيال قوي، دي ما مش ترندي خالص. وبعدين قعدت افكر مش ترندي ايه، ده كارديجن طويل جراي، يعني حاجه بيسك جدا وحاجه بتدفي وحاجه ممكن تنفع على ستايلي اللي هو بوهو وطويل ومودست ومش عارف ايه. فاللي هو هتفرق ايه بجد ايده رفيعه ولا مش ايده رفيعه؟ وانا بقيسه اصلا قدامكم دلوقتي. حسيت اللي هو احنا ليه بجد بنهتم قوي براي الناس؟ انا منكم على فكره، يعني انا معاكم برضو في الموضوع ده، اللي هو ليه كل واحد ما يشوفش هو حابب ايه فعلا ويعمله؟ دايما الموضه والجيل اللي هو الات جيرل او اللي هو البنت اللي بتلبس على الموضه ومش عارف ايه، لو قالت that is not cool او الحاجه دي مش cool او مش حلوه، كلنا بنحس ان هي خلاص مش cool او مش حلوه ومش بنلبسها. المهم يعني انا بعد اللي انا قلت لكم ده انا هحاول البسه، بس انا عاجبني بجد جدا. يعني متخيله كمان في البيت مثلا لو انا مثلا ايه لابسه حاجه وبردانه شويه ومستنيه حد او عادي، يعني ممكن البسه في البيت كلاونج وير او ممكن البسه بره في خروج. يعني ده بيس حرفيا هتدفي، تحط على اي حاجه وانا خارجه رايحه اعمل مشاوير، وهيبقى شكلها كيوت على شرب حلو، على سنيكرز ولا حاجه وتمام قوي. يعني مش عارفه، هشوف كده. بس انتوا قولوا لي رايكم برضو، رايكم ايه؟ نوت كول ولا لسه كول ولا ايه؟ وبعدين جبت حاجات بقى تانية للبراند هبيعها. جزء كبير من ان انا عملت البراند دي طبعا كنت عايزه طبعا اعمل اعاده تدوير، وكان عندي فكره ان انا اخد الملابس المبقعه وارسم عليها واغطي البقع وهكذا. بس جزء كبير جدا منه كنت كل ما انزل اعمل شوبينج في الوكاله كنت بمنع نفسي اشتري حاجات عجباني جدا بس ملهاش مكان في دولابي، مش ستايلي قوي. جزء كبير مني كان عايز قوي يبقى بيرسونال شوبر، او يعني يشتري حاجات والناس هي اللي تشتريها من كتر ما هي حلوه، او اجيبها لحد معين. كنت ساعات حتى بجيب لقرايبي، كنت بجيب لاختي وماما وخالتي وكده. هوريكم حاجات في ممكن تحسوا ان هي مش ستايلي على فكره، عادي، بس مش لازم الحاجات اللي في البراند تكون ستايلي، هي ممكن تكون بس فيها فكره مختلفه قوي، حاسه فيها حاجه ممكن حد يحبها كده يعني. المهم انا جبت البلوفر ده كان ب75 ولا ايه، والله العظيم ما فاكره. سايز ميديوم. بصوا بقى 57 قطن، 15 بولاميد، 13 صوف، 13% فيسكوز و12% كشمير. انا مش عارفه ايه البلند ده، بس يعني البولاميد قليل قوي 15 والباقي كله حاجات حلوه يعني، فقلت ليه لا. والماركه اسمها United Colors of Benetton، مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا، بس هي ماركه مشهوره يعني، كانت زمان عندنا في سيتي ستارز واعتقد قفلت ولا حاجه مش عارفه. الانيمال برينت كلاسيك، موتو هتروح وترجع، بس هو دايما حاجه اللي هو بجد حاجات مقلمه، انيمال برينت بوكا دوتس اللي هي الحاجات المنقطه، كل ده كلاسيك يعني. المهم الانيمال برينت دي بالذات حسيتها، عارفين لما مثلا موضه تطلع، يعني موضه مثلا انيمال برينت ويطلع انيمال برينت معين كل الناس لابساه، انا حاسه لا ده مش متشاف كتير يعني، عشان كده عجبني وحسيته لذيذ قوي وحد ممكن يعني يحبه. جبت يا جماعه البلوفر الجداتي ده، اتس سو كيوت. البراند اسمها ايمانويلا. بصوا هو كله لولي كده وتطريز، هو لسه مبلول اصلا يعني هروح انشره تاني بصراحه. والخامه بتاعته 52 رامي، 40% قطن و8% فيسكوز. اعتقد الرامي ده شبه الحرير او حاجه، مكتوب عليه فري سايز على فكره. غريبه قوي، نادر ما بلاقي حاجه مكتوب عليها فري سايز يعني. هو جداتي قوي، حاسه ممكن حد يعمل له ستايلينج مودرن ويبقى شكله لطيف قوي قوي يعني. مهتمه قوي بالخامات، فلما لقيت ان هو الخامه بتاعته بلند حلوه كده فحسيت له واي نوت. بصوا بقى انا جبت حاجه مش متاكده منها قوي دلوقتي بس هنشوف يعني. الماركه بتاعتها سام مايكل في ماركس اند سبنسر، وخامتها ميدن هونج كونج. الخامه بتاعتها 100% فيسكوز. سبحان الله كل الحاجات دي مكتوب عليها هاند واش، وانا غسلتها في الغساله، بس غسلتها والله الدوره بتاعت الصوف اللي هي بتاعت الهاند واش دي يعني، الحمد لله طلعوا زي الفل يعني. السايز بتاعه 16 44 يوروبيه. توب كده في زي ويف برضو معينه او نت او غزله معينه، وفي اللي هو التشرشر ده هنا وهنا وهنا. عامه التوبس دي بتحسسني بسيده انجليزيه عجوزه،
بس معرفش ايه اللي بجد شدني ليه. ساعات برجع من الوكالة بلاقي نفسي جايبة حاجات انا فعلا مش عارفة ليه جبتها، بس في الاخر يعني ايه بقول خلاص يعني في حاجة في دماغي قالت لي جيبيها وانا جبتها، فاذا ربنا يسهل ان شاء الله عادي. يعني موضوع اللي انا اجيب حاجه مثلا ما بتتباعش في براند او كده عادي، عادي الريسك ده المفروض ناخده عامه يعني. بصوا بقى، دي تقريبا من الحاجات النادره الاكريليك اللي انا اجيبها في حياتي. ليه بقى؟ هو اكريليك ده بلاستيك يعني، بس القطعة دي الماركة بتاعتها اسمها اتاكا، معمولة في هونج كونج و100% اكريليك. بس جماعة بصوا بجد، اولا هي احساسها تحسوها زي السجادة بجد، هي خشنة، هي غريبة، بس بصوا الباترن بتاعتها عاملة ازاي، غريبة جدا، غريبة قوي قوي، شدتني، حسيتها مختلفة. عندها بس زرار مكسور هنا، بس مش مشكلة، حاسة مش عارفة بقى هبيعه كده ولا غير زرار، اصل الزراير حلوة قوي، فخسارة ان انا يعني خسارة ان انا اغيرها كلها يعني، فمش عارفة بقى لسه هفكر يعني، هسرنا. بس بصوا الويف بتاعتها او يعني الباترن بتاعتها مختلفة جدا جدا جدا. وبعدين جبت الجاكيت ده بقى فكرني بالبراند اللي هي دي زجوال، دي عارفينها؟ دي زجوال براند اسبانية، هي فاست فاشن بس ارتستيك قوي كده. البراند دي اسمها لولو اتش، والسايز لارج او مقاس لارج، 30% صوف و70% فيسكوز. بصوا يعني مختلفة قوي، وشكلها حلو كمان في اللبس، وحاسة في حد هيعجب بيها قوي قوي انه يلبسها يعني في الشتاء. انا بحب دايما ابيع في البراند عندي حاجات فعلا يونيك، مش حاجه اللي هو عاديه ممكن حد يجيبها من اي حته، لا بجيب كولكشن، اللي هو بشوف مثلا خامه جذبتني، باترن، ملمس، طول، فت، اي حاجه، بحس دايما لازم تكون حاجه مميزه. اعتقد القميص ده كان ب100 جنيه اعتقد، براند اسمها يونيكلو، براند ياباني، بحبها جدا، كده كده عندي حاجات منها اصلا. القميص ده 100% قطن، استنوا اتاكد، 100% قطن. بصوا بصراحه انا جبته للرسم، بس بعد ما وريته للبنات قالوا لي ده حلو قوي بيعيه كده، بس اللي هو ايه الهدف ان انا ابيع قميص وخلاص؟ حاسه لا يعني، عجبني قوي، حاسه يا جماعه اللون الاخضر اللي هو الزيتوني قوي ده المقلم، رسم عليه حاجه مثلا احمر او حاجه بنفسجي او حاجه لونها كده زاعق، بجد هتبقى تحفه خطيره يعني. واعتقد ان احنا عندناش توبس كتير للرسم، ما عندناش توبس تقريبا للرسم، حاجات قليله قوي، فحاسه محتاجه ارسم عليه. وبعدين بقى رحت ستاند كله شيلان، الشال كان ب250، بصراحه غالي قوي لو هنشتري شال وهنشتغل عليه، بس انا قلت هقلب فيه وخلاص، لاني كان نفسي جدا اجيب شيلان واعمل كولكشنز شيلان مرسومه يعني انا والبنات، فلقيت شيلان كشمير يا جماعه وصوف وكده، حسيت لو 250 جنيه بالنسبه للكشمير ولا حاجه، خصوصا ان الشيلان دي في حاله كويسه قوي وعريضه وكبيره وكده. المهم جبت 3، وبعدين لما رجعت البيت قعدت اقول ايه، انا ليه بجد ما جبتش لنفسي شال كشمير؟ انتوا لو حسيتوا الكشمير يعني انزلوا الوكاله ودوروا على اي حاجه كشمير، يعني بصوا في الليبل لو لقيتوا حاجه كشمير المسوها، يعني اكتر خامه ناعمه في الحياه كلها، وبتدفي جدا 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 جدا. وربنا قدرني ونزلت الوكاله تاني، هدور على شال كشمير ليا، بس للاسف هي الفرص دي ما بتجيش كتير يعني. تقولي طب ما تاخدي شال من الشالين اللي انت اللي هو اللي انت اشتريتيهم. خلاص بقى انا اديت واحد لنور وواحد لرؤى ترسمه، وخدت انا ده. بصوا حتى حطيته في ايه، انا عامله ستاند كده عندي في الاوفيس، في الهوم اوفيس بتاعي، عليه الحاجات اللي محتاجه تترسم وتتصور وكده. المهم يعني رسم رمان وممكن تطريز، هرسم رمان على الشال ده. الشال ده لونه كيوت قوي، بس ده بقى مش كشمير، ده 90% فيسكوز و10% صوف، ماشي، ده الوحيد اللي مش كشمير. وزي ما اقول لكم يعني لما اوريكم بقى رسمه الرمان عليه هتبقى خطيره. مصطفى كلمني جاي في الطريق ولازم اسخن الغدا، فعايزه انجز بجد، بس مش هطبخ النهارده طبختش النهارده، عشان كده قلت الحمد لله هصور بقى. المهم يا جماعه دي كل حاجه جبتها من الوكاله المره دي، هوريكم بقى. انا حاسه الفيديو ده طول، بس مش مشكله يعني، انتوا من زمان بتحبوا يعني نفسكم في هول طويله للحاجات المستعمله وكده. بصوا هوريكم 3 حاجات كمان جبتها من فلي ماركت اسمه ريديفاين فلي ماركت، اتكلمت عليه كتير على فكره، عباره عن ناس بتنزل تأجر ترابيزات بتبيع حاجتها،
وممكن تنزلوا انتوا كعادي زائرين تشتروا. فانا نزلت بترابيزه ببيع حاجتي وفي نفس الوقت كزائره واشتريت حاجات. المهم كان جنبي في الستاند شخص لطيف جدا. هي عندها بيج دلوقتي، مش عارفه البيج لسه اكتف ولا لا، بس هي عملت بيج. هي بتروح اليابان كتير جدا، هي اتربت واتولدت في اليابان اعتقد، وبتروح اليابان كتير جدا وبتحب الثريفتنج قوي، فبتشتري حاجات من اليابان وبتبيعها. على فكره اسعارها تحفه، انا حتى قعدت اقول لها بجد غلي، يعني الاسعار حلوه جدا. هو شكله مقزعر، هو فعلا كروبت قوي عليا، ويا دوبك يعني الكم مش هنا سنه. هو 100% صوف. بس انا من كام يوم قبل الفلي ماركت عرفت ان الارجايل برنت اللي هي السامبوكسات دي طلعت موضه تاني، وهي اصلا كلاسيك. وهتقولوا لي انت بتاثري الموضه، انت بتلبسي على الموضه؟ لا يعني، بس بتاثر برضو ساعات لما بحس ان حاجه عجباني طلعت موضه بتاثر يعني. المهم انا استلكوا في الكليب ده شكله عامل ازاي. ما اعتقدش ان انا هلبسه على البنطلون كده، شكله بجد مقزعر جدا. فهي هلبسه على سكيرت هاي ويستد، بس دي حاجه برضو مش عمليه، يعني اللي هو اجيب بلوفر ما يتلبس غير على سكيرت هاي ويستد. او بقى ممكن اجرب الشتا ده البسه على كتفي كده، يعني هو برنت حلو قوي وبيعمل بوبينج لو لبستوه على كتفكم. فانا بحب الحركه دي قوي اصلا يعني. كان ب 250 والبراند اسمها بروبي واعتقد 100% صوف. هو بيشك شويه بس بلبس تحتيه يعني توب عادي. المهم تقريبا 70% صوف و30% اكريليك حاجه كده، مش متاكده، بس يعني هو مكتوب بالياباني فده معرفش. فايند اوف ذا يير تقريبا، من اكتر الحاجات اللي عملت لها ثريفتنج وعجبتني في حياتي كلها. برضو من المكان اللي هو من الحاجات اليابانيه يعني اللي هو بيشتروا من الياباني، بس ده ميد ان تشاينا والبراند بتاعته اسمها اورينتال. عباره عن كيب لونه زي كريم او اوف وايت او باتر يالو حاجه كده، مليان تطريز ومليان ورد في كل حته، وكيوت يا جماعه بشكل انا مش عارفه انا هلبسه فين. يعني هل هو بس يتلبس مثلا في الافراح لو الجو شتاء، ولا مثلا ممكن في الاوبرا؟ كان نفسي قوي يتلبس مثلا على جينز وينفع اخرج بيه، بس حاسه انه الناس هتبص عليا، هو الناس بتبص عليا عامه، بس لو ما بقيتش في المرحله دي في حياتي ان انا البس حاجات بتبين قوي، يعني امشي مثلا ديسكو بول في الشارع ما اعرفش. المهم هو في بس حته كده انا وديته للدراي كلين، هو كان ب 400 وهما عملوا لي ديسكاونت بقى ب 300، بس وديته للدراي كلين واخد 100 جنيه، فيعني 400. في بس حته كده طالعه عادي سهله قوي، ممكن اخيطها لجوه او حاجه. بس هو بجد كيوت قوي 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 قوي، عايزه اقول لكم من قريب تحفه، حلو جدا جدا جدا. التوب ده هو زارا مان، الفيت بتاعته حلو قوي، ميديوم زارا مان. الفيت بتاعته تحسوها كم طويل والبتاع طويل كده ومحترم. ما بحبش الفيت البنات يا جماعه، نادرا بجد ما بيعجبني. ده بقى بيفكرني قوي ب 2014. انا كان عندي توب مقلم، كان عندي حاجات مقلمه كتير عشان المقلم كان موضه جدا الفتره دي، بس ده 100% قطن عجبني قوي. حاسه برضو كلاسيك بصراحه. حتى لو موضه المقلم راحت مش حاسه ان انا عايزه يعني اتخلى عن حاجتي المقلمه تاني بصراحه. يعني حاسه انا كبرت بقى وعقلت وبقيت عارفه اللي هو ايه فعلا يعني ايه هو ستايل يعني. المهم هو 97% قطن و3% إلاستين. ده بقى كان من بيج تانية برضو بتبيع مستعمل، هحاول ادور على البيج، وكان ب 250 جنيه. خلصنا في الماركت وخلصنا من الوكاله. اخر حاجه جبتها مستعمل عايزه اوريها لكم يا جماعه، هو الكترونيك ديفايس مش هدوم. ده اسمه كندل. واللي ما يعرفش الكندل ده امازون برودكت. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ريدر، يعني بتقروا عليه كتب. وميزته ايه؟ ان هو في تكنولوجي معينه كده بيخليكوا يعني اكنه كتاب حرفيا. يعني مش عارفه هو باين في السكرين ولا لا، بس هو بجد حرفيا ما بيوجعش العين خالص، واكنكوا يعني ايه بتقروا في كتاب عادي. بس ميزته انه تقدروا تنزلوا عليه كتب، مش لازم تمسكوا كتاب داهيه. بتحطوه في الشنطه بسهوله، خفيف. بصراحه اكبر ميزه ليا بالنسبه لي ان انا ما اقعدش اشتري كتب وهارد كفر يعني وتتراكم عليا، وطبعا الورق مش سستينبل، يعني تقطيع اشجار وكده. سستينبل عامه. انا بطلت اشتري كتب من زمان بسبب ان كان عندي كتب كتير قوي ما قريتهاش، وكان نفسي اقرا كتب تانية. حاسه ده فكره هايله ان انا في اي كتاب عايزه اقراه مش لازم استنى لغايه ما اقرا كتبي الموجودين عشان اشتري، لا انا ممكن انزله واقرا عليه. ولحد دلوقتي يعني انا جايباه بقالي مثلا شهر وشويه، ده تاني كتاب اقراه عليه. ودي حاجه نادره جدا بالنسبه لي، كنت بقعد بجد كتير قوي في الكتب، و 44% يعني قربت اخلص الكتاب، انا في نص الكتاب تقريبا.
هوفلي على اخر الشهر ابقى خلصت كل الكتاب، وابقى خلصت كتابين مثلا في شهرين او شهر ونص. تحفه. جبته ب3000 جنيه مستعمل من بنت على الشانل بتاعتي اسمها هنبيع حاجتنا القديمه. دي تشانل على انستجرام. انتوا عارفين لو في اي كرييتر بيعمل الكونتنت على انستجرام، انت ممكن تعمل تشانل ساعات بتحط فيها حاجات زياده عن الكونتنت اللي انت بتعمله او كده. فانا في فتره عملت تشانل اسمها هنبيع حاجتنا القديمه. اكتشفت بقى ان عشان ادخل الناس عشان تبيع حاجتها لازم يكونوا ادمن، وانستجرام ما بيخلينيش اعمل اكتر من 10 ادمنز او حاجه. فالموضوع عشوائي شويه، يعني بدخل ناس ببطء وبطلع ناس ببطء على حسب، يعني لازم اقعد اشيل الادمنز واحط الادمنز. موضوع صعب بجد عليا، انا اسفه يعني لو انتوا بعتولي من زمان عايزين تبيعوا عليه وما عرفتوش، بس انا بحاول. بس المهم ممكن تشتروا من عليه حاجات تحفه. كان في بنت عايزه تبيع الكندل بتاعتها، قلت لها ايه ده بكام، حالتها ايه، الاديشن بتاعها. طيب قابلتها بصيت عليه واشتريته، بجد من احلى القرارات. انا عايزه بس لغايه اخر السنه عشان اعرف بجد فعلا من احلى القرارات ولا لا. سو اوريدي انا مستمتعه بيه جدا، حاطه روتين لنفسي بقرا فيه على طول، باخد بوك ريكومنديشنز وبنزل الكتاب على طول. تحفه بجد، حلو قوي يا جماعه. ايفن دي كل حاجه. انا في حاجات كتير كنت بشتريها الصراحه مستعمله مش من الوكاله، وبستخسر اعمل هول، يعني بحس اللي هو حاجه واحده 2 كده. بس ممكن مش عارف، ممكن بعد كده اجمعهم مثلا في هول زي كده. يعني يا رب تكونوا اتبسطتوا بالهول، انا مبسوطه بالحاجات دي. ربنا ما يقطع لنا عاده. فكر والله اعمل اللي هو تفضيه الدولاب، وعايزه اتخلص من قطع كتير عندي في الدولاب، افضي يعني. هنشوف يعني. بس عندي افكار فيديوهات كتير، عايزه الحق اديت، مش عارفه اظبط مواعيدي ايه الجديد يعني. بس المهم اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده، ويعني مش عارفه اقول ايه تاني. ويومكم حلو ان شاء الله، واشوفكم فيديو جديد، وباي باي.